أنا إسلام عادل، لاندسكيب وستريت فوتوغرافر من القاهرة. جالي فرصة إني أكون أول ستريت فوتوغرافر في مصر يجرب موبايل ريلمي جي تي ماستر إديشن بأول ستريت فوتوغرافي مود في العالم. ريلمي قالولي إن تم تطويره بالتعاون مع ستريت فوتوغرافرز حول العالم عشان يكون فعلا أحسن موبايل للستريت فوتوغرافي. فنزلنا يوم في قلب القاهرة عشان نستخدمه ونشوف أول نظام لتصوير الشارع في موبايل هيكون شكله إيه. تصوير الشارع مختلف عن أي نوع تصوير تاني، اللحظة مش بتتكرر واللوكيشن بيظبط نفسه بنفسه، عشان كده كان لازم أكون جاهز ألقط اللحظة والفريم بسرعة جدا. واللي لقيته في ستريت فوتوغرافي مود في ريلمي جي تي ماستر إديشن إن الصور بتطلع شارب جدا حتى لو أنا أخدت الصورة بسرعة، عشان في خاصية دايناميك ايمج سناب شوت، ودي بالذكاء الاصطناعي بتعوض اهتزاز الصورة وتطلعها شارب جدا. اللي ساعدني كمان الانستنت زوم والكويك فوكس اللي موجودين في الستريت فوتوغرافي مود، اللي بيسرعوا اداء الكاميرا في الزوم والفوكس، ودول ساعدوني ان القط صور من غير ما اقلق انها تطلع اوت فوكس او اني ملحقش اعمل زوم عشان اخد الفريم اللي انا عايزه. حاجه لذيذه جدا لقيت نفسي بستخدمها كتير هي البيلت ان فلترز اللي مصممه لتصوير الشارع بالتحديد، وفرت وقت ومجهود في الاديت والتلوين وخرجت الصور جاهزه متلونه حسب اختياري. حاجة مهمة جدا ليا ولأي مصور أبهرتني إنها موجودة في ريلمي جي تي ماستر إديشن هي التصوير بصيغة الرو. دي بتدي حرية ومساحة أكتر للتعديل على الصور عشان توصل صورتك للي أنت عايزه بالظبط. الكاميرا الأساسية 64 ميجا بكسل، فالتفاصيل مضمونة وواضحة. كمان لو حابب أعمل كروب علشان أخد فريم من جوه الصورة مش هتفقد أي جودة. حاجتين كمان أبهروني غير الكاميرا نفسها هي إن الموبايل بيشحن 100% في 33 دقيقة بس، ودي حاجة هيفهم أهميتها أي حد بيصور شارع كتير. تاني حاجة هي شاشة السوبر أموليد، لأن الصور والألوان فيها مشبعة جدا وحسستني إن الصورة فعلا كاملة. كل ده في موبايل تصميم مختلف عن أي موبايل شفته قبل كده، بظهر مصنوع من الجلد الطبيعي خلاني أحس إن ماسك موبايل فلاج شيب حقيقي.